احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل ايه قدام ميسي وسواريز وبوسكيتس وجوردي ألبا والرجاله كلها في انتر ميامي؟ ما هو اكيد جوزيه ريبيرو اكيد ده مش التشكيل اللي هيبدا بيه، ولا دي الخطه اللي هيبدا بيها، ولا ده اللعب اللي هيبدا بيه. ماتش غير منظم نهائي، شوط اول غير منظم نهائي، الشوط التاني يمكن بالتغييرات اتعدل شويه. بس في حاجه كده وانت بتتفرج على الماتش، رجوع خط نص الاهلي لديانج وحمدي فتحي وقفشه، حاجه كده من الزمن الجميل. تريزيجيه دي احسن حاجه، نزول زيزو. غير كده لا، غير كده شوط اول تماما زي الطين من النادي الاهلي، ولا تنظيم دفاعي. جون اول يخش فيك ثرو من نص الملعب، ده سواريز وميسي بيعملوه كل يوم الصبح، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده ثرو على طول جون. طب هنعمل ايه؟ طب كوكا مش مستوى خالص، كريم الدبيس مش مستوى، اشرف بن شرقي برضه لسه ما وصلش لمستواه، كان اخر كام ماتش حلو. طاهر محمد طاهر مش في مستواه، امام عاشور تقريبا الشمس جات له ضربه شمس. الشوط الثاني بدا اللعيبه التقايل بقى تنزل، وتريزيجيه ينزل وزيزو ينزل، وجراديشار اتصاب في الشوط الثاني، ربنا يستر على الاصابه. عمر كمال عبد واحد بيعمل ايه اصلا يعني؟ عمر كمال انت نفس ضربه الجزاء اللي اتشاطت قبل كده في النهائي قدام الزمالك وضيعتها، تيجي تشوط برضه ضربه الجزاء وتضيعها. بس في ميزه بقى ان الشوط الثاني بدا مجرد كام دقيقه، بالظبط 4 دقائق، تريزيجيه احتاجهم عشان يجيب جول. 4 دقائق استلم الكره، ببص بكوبري راح مستلم الكره معدي راح حاططها في الجول. 1-1 التعادل. زيزو لعب كام كره طويله، كان جوزيه ريبيرو بيعمل افكار بسيطه جدا، ان انت تجمع اللعب ناحيه اليمين وتلعب كره طويله الناحيه الثانيه تفضي في المساحه لتريزيجيه، او اذا كان زيزو بس على طول بيبقى الكره لتريزيجيه، بيبقى 1 على 1 قدام المدافع فبيقدر ياكله ويقدر يعدي. اذا كان تريزيجيه يقدر يعملها، اذا كان اشرف بن شرقي يقدر يعملها. في المجمل اتمنى ان يعني الاهلي يبقى فيه روح اكتر من كده. ممكن الاجواء مفيش جماهير مفيش حاجه، ماتش اصلا محزن ان انت تتفرج عليه. بس التشكيله بقى المتوقعه اللي ممكن هو يلعب بيها قدام انتر ميامي: في حراسه الجون محمد شناوي، قدامهم 2 سيرد باكات ياسر ابراهيم واشرف داري، اذا كان الخبرات اعلى من بيكهام، اذا كان ان هو يقدر واقفين على رجلهم اعلى كمان. محمد هاني على اليمين، كوكا على الشمال، في خط النص بن رمضان، حمدي فتحي او ديانج، قدامهم امام عاشور، على اليمين زيزو، على الشمال تريزيجيه، قدامهم وسام ابو علي. دي اقرب تشكيله، ودي ممكن احسن تشكيله ممكن تقابل فيها انتر ميامي، وربنا يستر وما نتعباش اجوان. استنونا بقى بعد ده.